يا أستاذة يا أستاذة، قلت له خير يا عم محمد في إيه؟ قال لي كيلوباترا طلعت سودة. كيلوباترا بقى إيه حكايتها؟ تمام يعني طبعا ده طبعا من تأثير السوشيال ميديا. مؤخرا يعني الافروسنتريك كان في هجمة عنيفة على الحضارة المصرية، وبدأوا ان هم يتجهوا للإعلام وينتجوا أفلام بصورة مكثفة علشان يثبتوا وجهة نظر. ايه هي الافروسنتريك؟ الافروسنتريك في الأساس قامت مناهضة لليورو سنتريك، ده مركزية أفريقية ضد المركزية الأوروبية. المركزية الأوروبية العنصر الأبيض دايما عنصري، فهم عايزين يثبتوا إن لهم وجود ولهم أصل. الحقيقة الأفروسنتريك أساسهم موجود وقائم على أساس صلب. الحقيقة لما هم بدأوا حركتهم دي، هم بدأوا بحكاية الأصل، إن هي أصل الإنسان أو أصل الإنسانية أو مهد الإنسانية بدأ في أفريقيا. وده يعني جمهرة العلماء أكدوا هذا، أن ظهور الإنسان ومهد الإنسانية ظهر في أفريقيا. إذن عندهم أصل يعتمدوا عليه، وده أساس متين. طيب ناقص بقى إيه اللي عملناه؟ الحضارة. فهم نظروا في أفريقيا أي الحضارات هي أقدم الحضارات في أفريقيا، فوجدوا مصر. حبوا إن هم يخشوا بقى على هذا الخط، فلكن الأساس اللي هم قائم عليه أساس قوي، إن هي أفريقيا مهد الإنسانية. هم ليهم وجهة نظر، لكن وجهة نظر غير صحيحة. انت عايز النهاردة يكون لك وجود، انت ليك وجود وليك تاريخ كرجل افريقي، لكن ليس من حقك ان تسلب حضارات الامم. فكليوباترا على النتفليكس ظهرت على انها سمراء اللون، لكن هي على غير الحقيقة. موجود على العملات النقدية، موجود بعض الباستس تماثيل للملكة كليوباترا، بعض النقوش القليلة على المعابد تصيرها ببشرة بيضاء، وبيضاء مشربة بحمرة، لأن جدودها وأسلافها كلهم بيض. منهم مثلا بطليموس التاسع، ده كان أشقر. ما تقوليش إن جدي أشقر وفي الآخر أطلع سوداء يعني أو سمراء، مع احترام لكل السمر يعني. لكن أنا بقول إن ما ينفعش إن أنت تضفي شيء تويستنج لنيك اوف ذا تروث، لي عنق الحقيقة. ما ينفعش. الحقيقة التاريخية واضحة بينة، لا نستطيع أبدا إن احنا نزيفها أو نزورها على الناس. ده بالنسبة للملكة كليوباترا. ملكة كليوباترا والدتها مقدونية، يونانية مقدونية، وليست مصرية كما يقال. هي ليست مصرية. عرفنا منين إنها مصرية؟ مفيش أي مصدر بيقول إن أمها مصرية، بل بالعكس كان هناك بعض الآراء تقول أن أمها كانت أمة سوداء. ده بعض الافروسنتريك اللي كانوا اشتغلوا على حته عشان يثبتوا اصل ويجيبوا بقى الاصل بتاع كليوباترا على انها افريقيه، لكن ده غير صح. هي والدتها كانت يونانيه مقدونيه، ولذلك هي اخذت هذه الملامح البيضاء، وذات الانف اقنع الى حد ما. لما تشوفها في العملات هتلاقي ان هي ملامحها يونانيه صرف، مفيش الكلام ده. وشعر متموي بني واضح على الأقار. وهي فعلا اسمها كيلوباترا؟ لا، هو في طبعا ده اسم متداول بين المصريين، ما اسمهاش كيلوباترا. كيلو اصلا مش بالوزن كيلو، لا هي كليوباترا. كليوباترا. وده يمكن اللي خلى حكاية كيلوباترا دي من الأغنية بتاعت الشاعر علي محمود طه، وغناها محمد عبد الوهاب في أغنيته المعروفة كيلوباترا. يعني هو كان مأسس الحتة دي. وبعدين لما نيجي لأنواع السجائر دي اللي انتشرت كاتبينها كيلوباترا، إنما هي كليوباترا. الشاعر كتبها كليوباترا على فكرة، كتبها صح، لكن محمد عبد الوهاب عشان تخفيفا في النطق وتيسيرا في النغمة عشان يبقى سهل على ألسنة الناس أو ألسنة المطرب، فحول الحرف جابوا يعني إيه بعدين، مش هو قبل اليه، لا ده يعني خلاها كيلوباترا بدل ما تكون كليوباترا.